السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج لحظة من فضلك. بس لحظة؟ معكم الدكتور مرتضى عدنان من جمعية كشافة الموعود الإسلامية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم فائدة صحية، حماية الفم والأسنان وطريقة الحفاظ عليها. هل تعلم أن السبب الرئيسي لفقدان أسنانك هو التسوس؟ وإن 60 إلى 90% من طلاب المدارس بالدراسات الحديثة في أنحاء العالم يعانون من التسوس نتيجة الإهمال. زين، راح تجي تسألني سؤال: دكتور، هذا التسوس منين يصير؟ أنا راح أجاوبك. أول نقطة، نتيجة لإهمالك وعدم حفاظك على الأسنان راح يسبب لك التسوس. النقطة الثانية، تناول المأكولات والمشروبات الضارة، هذا يسبب لي بكتيريا بالأسنان، وهاي البكتيريا تسبب لي التسوس. والسبب الشائع والأهم، التدخين، السموكر، يسبب لي ضعف بالأسنان وعدم وصول الدم إلى الأسنان، بالإضافة إلى الكثير من الأسباب اللي يسبب لي التسوس. دكتور، بعد ما سمعنا هاي الأسباب، شنو الطرق الوقائية؟ شلون أقدر أحافظ على أسناني؟ هم راح أجاوبك. أولا، نظف أسنانك أول ما تقعد الصبح، وقبل ما تنام هم تنظف أسنانك. لكن بالدراسات الحديثة، شو يقول عندي بالدراسات الحديثة؟ يفضل تفريش الأسنان بعد كل وجبة حتى تحافظ على أسنانك، وتعرف أن البكتيريا هي صغيرة تحب الأماكن ما بين الأسنان. النقطة الثانية، الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، وأفضل مثال لها هو الحليب. النقطة الثالثة، شرب كمية كافية من الماء. أول شيء يحافظ لي على الفم ويحافظ لي على الأسنان. والنقطة الأخيرة والأهم، زيارة طبيب الأسنان ولو مرتين بالسنة، يعني كل 6 أشهر، حتى تحافظ على أسنانك. شكرا لاستماعكم. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامج لحظة من فضلك. في أمان الله. فهمت شيء؟ يكون نسبة التسوس عندهم شنو؟ ما يعانون من التسوس. طريقة شنو؟ طريقة للإهمال أسنان، ويغير لي من تضاريس الأسنان. خطأ، مو تضاريس الأسنان، ما هو لا 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 لا. لذلك تلقاهم. وسبب الشائع والأهم، معود ذبانة.